مكتوب عليه مزيج من آيات القرآن الكريم وبعض من أسماء الملائكة وبعض من أسماء الشياطين وتعاويذ خاصة بالسحر وكتابات غير. هتسمع النهارده حكايه من اغرب الحكايات اللي انت سمعتها في حياتك. هنتكلم على القميص المسحور. لو انت اتفرجت على الفيل الازرق اكيد شفت القميص المسحور في الفيلم وقصه معينه، بس مش هي الاصليه بالظبط. القميص ده يا صديقي قصته ان هو عباره عن قميص كتان اتصنع في ايران في عهد الدوله الصفويه، واترسم عليه نقاشات وطلاسم وتمايم واحجبه بطريقه معينه. وكان يقال ان الملك اللي كان بيلبس القميص ده في المعارك كان بيحميه من اي شر او من اي اعمال سفليه، وان القميص ده دايما بيجيب النصر للملك اللي هو لابسه. القميص ده غريب جدا، مكتوب عليه مزيج من آيات القرآن الكريم وبعض من أسماء الملائكة وبعض من أسماء الشياطين وتعاويذ خاصة بالسحر وكتابات غير مفهومة بلونين أحمر وأسود داخل أشكال هندسية اترسمت بمنتهى التعقيد وبمنتهى الدقة وبأسلوب ونمط معين. محدش بيفهم الحاجات دي الا المشعوذين بس. عليه بقع دم. شاع قالوا ان سيدنا علي هو اللي كتب الحاجات دي، بس طبعا الكلام ده مش حقيقي. وبقع الدم دي عشان معظم اللي كانوا بيلبسوه في المعارك كانوا بيتعرضوا للجروح وللقتل، واثار الدم غطت على بعض الكتابات المحفوره فيه. القميص ده كان كارثه حرفيا، وكانت الناس كلها بتتشائم منه، وناس بتقول ان كان بيجيب مشاكل لاي مكان يروح، لغايه ما في شخص اسمه ماكس هيرتز، وده كان المشرف على متحف الفن الاسلامي في الثلاثينات، اشتراه من شخص اسمه مصطفى بيك شمس الدين بمبلغ 5 جنيه بس. محدش عارف بالظبط سبب تخلص شمس الدين من القميص لغايه دلوقتي. القميص ده موجود منه يا صديقي 8 نسخ في العالم كله، كلها بنفس الاسم اللي هو القمصان المسحوره. في منها في مصر في متحف الفن الاسلامي المكان اللي متصور منه الفيديو، وفي تركيا، وفي ايران، وفي المانيا، وفي ايطاليا. الدول دي جالها مغريات كتيرة جدا في الوقت ده انها تبيع القميص ده، ومرضتش تبيعه لإيه؟ لكونه قيمة اثرية وتراثية كبيرة جدا. طبعا الكلام ده الله اعلم من صحته، بس الملوك اللي كانوا بيستخدموا الحاجات دي ما كانوش ملوك صغيرة، او ما كانوش ملوك كلهم كفار او كده، كان فيهم ملوك متعلمين وناس ناضجة وناس فاهمة كويس، بس الله اعلم.